السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم. وقلت اعمل الفيديو ده بشكل طارئ لان بنات كتير بيجوا يستسهلوا الصبغة او اي معاملات اخرى كيميائية في الشعر، ويجوا عند البروتين ويقولوا لي عشان خاطري لازم يكون خالي فورمالدهايد، انا عايزه نوع نضيف، انا عايزه حاجه كويسه. تمام. ويعني انت اتجرأتي على شعرك بالصبغات، والصبغات انا نفسي بس اوصل للبنات ده الهدف من الفيديو المره دي. الصبغات او انواع الفرد العاديه اللي هي زي جلات وسوفت اند بيوتيفول، عايزه اقول لكم ان هي اخطر بكتير بكتير من البروتين او الكيراتين في التعامل مع الشعر. يعني البروتين حتى لو ما ظبطش نسب بوظان الشعر بعد البروتين، لو انت اتبعتي التعليمات اللي هي المعروفه يعني الى حد ما بتقدري تتحكمي في الحته دي. يمكن الشعر ما يتفردش شويه، يهيش او ولكن بعيد عن الخطوره لو كنت مع متخصصه كويسه. اما الصبغه للاسف الشديد معدلات الامونيا او اللي هي بتسحب سحب اللون، يعني بمعنى اصح درجات سحب اللون خطر جدا جدا على روابط الشعر، سواء كانت قليله او كانت كتير. والتعامل مع الصبغه محتاجه متخصصه، لازم تكون متخصصه. معظم الناس بيستسهلوها ويعملوها في البيت. الخاليه امونيا فقط هي اللي مسموح ان انت تعمليها في البيت بدون اي مشكله، حتى لو عملتيها غلط مش هتضر. اما الامونيا او الصبغات عامه، وخلي بالكم من الامونيا اللي هو البيزك اللي موجود في الصبغه هو اللي موجود في كريمات الفرد العاديه زي جلات سوفت اند بيوتيفول وانواع اللي هي الفرد العاديه دي. البيزك ده او اللي هي الامونيا اللي موجوده في الصبغات والفرد اكتر خطوره عن البروتين والاحماض الامينيه والمعاملات الاخرى في الفرد. فانا جايه اوجه للبنات رساله اقول لها ايه، والله العظيم الصبغات اخطر كمان في التعامل، فابعدي عنها تماما. ولو هتلجئي ليها لازم يكون مع متخصصه، ومتخصصه مش اي حد كمان، يعني لازم تكون متخصصه مش اي كلام. لان للاسف معظم الناس اللي بتعمل صبغات يعني بيهمها اكتر رغبة العميلة في الحصول على اللون، مش حالة شعرها الصحية. وللأسف البنات بتزعل لما أقول لها مثلا اللون ده بلاش هيضر شعرك، أو فتبدأ تدور على ناس تانية. فرجاء رجاء خلي الصبغة والبروتين في وجود متخصصة، بلاش اللجوء لليوتيوب وانك تسألي صاحب او الموزع او صاحب السنتر، اللي هو اللي مش السنتر يا ربي، اقصد اللي هم المشاغل او اماكن البيع يعني. ولو عندك اي سؤال وصل معايا على الخاص فورا هكون معاك.